طيب ازيكم يا جماعه. الحقيقه احنا متاسفين على التاخير عن اخر فيديو نزلناه، لان انا كنت مستنيه حاجات انسباير مي اتكلم عليها. والحقيقه كان في موضوع كنا هنتكلم فيه غير ده خالص، بس حسيت ان انا ماليش مزاج اتكلم عليه دلوقتي، رغم ان موضوع يعني نفسي اتكلم عليه. فاجلته شويه. فقلت اجي اشارك بالواحد حاسه حاليا، لان انا مش هتكلم على حاجه انا مش حاساها حاليا. الحقيقه انا كنت عايزه اتكلم عن الفتره اللي بعد الجامعه، ان انت تكون بقى داخل سخن وبتاع وخلاص بقى الدنيا خلاص خلصنا وهي مش عارفه ايه وكده. بس بعد وقت كده تحس ان هو نوت. معلش قبل ما اخش في الموضوع، محدش يكتب لي في الكومنتات لو سمحتوا انا لسه بدرس، هبقى اجيلك بعد ما اخلص. هو الكلام برضو يعني ليك ولكل الناس، هو مش للناس بس اللي مخلصه يا جماعه، هو للجميع. هو الحقيقه ان ما فيش سكريبت قوي، او ما فيش سكريبت اصلا، بس انا قلت ايه اجي اشارك بافكاري كنوع من الارتجال يعني مع الاوجيز. انا وضعي في الكليه كان مختلف شويه، اني ما حبيتش المجال. بعد ما درست وحابه حسيت اللي هو لا ده مش مكاني. وانا كنت في كليه ايه؟ انا كنت في كليه حقوق يا جماعه. انا درست قانون 4 سنين، انا المفروض law student. بس بعد ما خلصت حسيت ان هو مش عاجبني. مع ذلك الناس اللي بتحبها بتودي فيها. انا صاحبتي كانت معايا في الكليه، بس كانت اكبر مني بسنه وموديه فيها جامد يا مستشار. اللي بس عايزه اشاركه معاك ان انت اختار الشخص اللي تاخد منه النصيحه، مش اي حد تاخد منه النصيحه. علشان انا كنت بسال ناس عشوائيه اعمل ايه في كذا لو انا عايزه اوصل لكذا مش عارفه ايه، لا مفيش حاجه اسمها كده. كنت بتفرج على فيديو الويلث ميث، كان ولد عامل معاه انترفيو، كان بقى بيسالوا على حاجات كده ونصايح للشباب ومش عارفه ايه وبتاع. فقال له ما تسالش حد ما وصلش اللي انت عايز توصل له على نصيحه. قال تقريبا اتس انسين مش عارفه ايه، ان هو يعني هبل او جنون منك ان انت تسال حد هو ما وصلش اللي انت عايز توصل له. مش عارفه، كان بيحكي قصه، كان بيسال حد تقريبا من المشاهير على حاجه كان هو عايز يعملها. فقال له يعني انت عايزني اقول لك ايه؟ يعني انت ازاي جاي تسالني على حاجه انا عمري ما عملتها؟ فقال له اوعى تسال حد على حاجه هو عمره ما عملها في حياته. جاي اقول لك كده ليه؟ عشان انت في الاغلب بعد فتره الجامعه دي هتلاقي اللي يقول لك اشتغل كذا، لا اعمل كذا، مش عارفه اروح كذا، لا اقدم كذا، لا الوظيفه دي بتكسب الوظيفه دي هو كده في الاول في الاخر الشغل رزق، بس عشان نكون قافلين على الحته دي. انت ممكن تشتغل في اجمد شركه في الحياه وما تكسبش منها ولا يبقى ليك رزق فيها. بس بتتكلم في البوينت بتاعت ان انت لو في مثلا قدامك هدف معين، اسال الناس اللي وصلت له اوريدي، او اعمل سيرش عنهم. مش لازم تسالهم بطريقه شخصيه لانه ممكن مش سهل قوي ان انت تتعامل معاهم، بس عشان ايه الفئه بتاعت بتقولك اشتغل كذا وخد كورس فرنساوي هتلاقيهم بيقابلوك كتير قوي. وقال برضو حاجه عجبتني قوي، ان انت ما تطلبش للنصايح كتير، يعني قلل من ان انت تطلب نصايح واسمع وشوف اكتر من ان انت تسال، لان البيهيفير بتاع الناس هو ده اللي بيعرفهم، هو ده اللي بيوريك هما الناس دي عامله ازاي بجد، اكتر من ان انت تسالهم. طبعا اسال الناس المتخصصه في اللي انت عايز تسال فيه، بس راقب اكتر البيهيفيرز بتاعتهم. زي ما بقولك ادي العيش لخبازه، ما تروحش لدكتور عظم وانت عندك مشكله في القلب، ما هو مش هيكتب لك علاج غلط، هيقولك ملهاش علاج عندي، يعني كده ايه هموت؟ لا، ما في حد تاني دارس بقى، حد تاني وصل للحته دي، هو ده اللي تروح تساله، اللي هو دكتور القلب. الفتره دي مش عارفه اقول لك ايه، بس طبعا هتختلف يعني من شخص للتاني، مش شرط خالص اللي انا بمر بيه دلوقتي هو اللي انت بتمر بيه عادي. يعني عندي مثلا اختي كانت بتحكي لي ان هي تقريبا هي اتعينت بعد ما اتخرجت بشهرين ولا حاجه، او اشتغلت يعني. فهو اللي انا بقوله ده مش هو ده الشائع يعني، او هو ده اللي بيحصل مع الجميع خالص، لا لا لا، دي نقطه في بحر، احنا كلنا ظروفنا مختلفه. بس انا جايه اتكلم معاك في التجربه بتاعتي شويه، عشان ممكن at some point بعد 5 سنين اشوف الفيديو ده واقول ياه الواحد كان فين وبقى فين. ربنا يستر اكون وصلت لمكان كويس. يعني موضوع النصايح ده انا ليه بقوله لك؟ علشان احنا كشباب الكلام بيفرق معانا قوي، وانا انا بقيت حساسه بشكل غبي يعني، بجد كلام متخلف ممكن يطلع من اشخاص انا ولا مديالهم اي 30 اهتمام في حياتي، ممكن ياثر معايا او لو افضل افكر فيه
ما انا باجي افكر فيها لحظه واحده، هو انا الشخص ده فارق يعني؟ هو كده كده باخد منه حاجه من الكلام يعني؟ لا. طب انا مالي؟ فبحس ان احنا في السن ده بنبقى سنسيتيف بزياده يعني. حتى كان في جمله قريتها قبل كده، هو مش جمله، تساؤل، هو الموضوع فعلا صعب ولا انا اللي حساس بزياده؟ فدي حقيقه، هو الموضوع فعلا صعب ولا انا اللي حساسه بزياده؟ اعرف كويس قوي انت بتسمع ايه من مين، تسمع ايه من مين، مش اي حد تسمع منه، لان انت طبيعي هتتاثر. وفتره العشرينات دي تحديدا الجلاله واخدانا قوي، بيبقى في حاله تمرد كده. انا نفسي بحس اللي هو طب ما نهدى على نفسنا شويه يعني، مش للدرجه دي. حتى لما بتكلم مع اللي سبقونا واللي اكبر مننا يعني، المراحل دي طبيعيه. فلو انت مش مختلف او لو انتوا مش فاهميني او مش عارفه ايه، لا هم فاهمينك يعني at some point، هم فاهمينك بس عشان هم هديوا عن الاول. هم كانوا في وقت من الاوقات مكانك، بس هم يعني بقوا اهدى يعني، بقى في نوع تاني من الحياه هم عايشينها دلوقتي. والجمله بتاعت choose your battles، او اللي هو اختار معاركك، الجمله دي انا عارفاها من زمان، بس كنت بتكلم مع اختي في موضوع كده فقالتها لي، فحسيت اللي هو صح. ساعات احنا بنكون عارفين الحاجه، بس احنا محتاجين اللي يجي يقولها في وشنا، او اللي هو ايه، يقولها لنا بصوت عالي، عشان بتبقى في دماغك وتايهه في دماغك كده، او انت مش عارف ممكن توظفها قوي. قلت لنفسي صح، طب ما اعرف واختار ايه المعارك اللي انا عايزه اعارك فيها من الاخر، لان انا ممكن احرق مع حد على الفاضي، وهو اصلا الموضوع مش مستاهل يعني. انا ما في الاخر ما انا ممكن فعلا اعمل اللي انا عايزه، وانا ليه احرق؟ صحيح مش عارفه، كان في جمله كده قالها مش فاكره مين، بس حد من الانفلونسرز اللي انا بحبهم قوي، هم فعلا بيأثروا عليا بشكل ايجابي. مش فاكره خالص الاسم كان ايه، بس هي كانت في دماغي دايما، ادي اللي قدامك الريموت بس انت اللي معاك الحجار، اللي هو انت مبين اللي قدامك ان هو اللي سايق، بس في الحقيقه انت اللي عامل كنترول مش هو. ففتره العشرينات اللي احنا فيها دي فتره الحماسه والجلاله واخداك ومش عارفه ايه، فانت لازم تكون عارف انت عايز تبقى ايه، عايز تبقى شخص كويس او مش كويس. بس مش بقولك انت لازم عايز تبقى سي او، ولا عايز تبقى اونر في مراسي، ولا انت عايز تبقى مهندس، ولا لا، انت بس عايز تختار كينونتك انت كويس ولا وحش. ايا يكن ايه الطريق اللي انت هتختاره، انت كده كده هتسعى فيه، لازم تسعى فيه. هي الفترة دي اللي بتشكلك بالشكل اللي انت هتبقى فيه لبقية عمرك. فحاول تعرف انت هتبقى ايه، حاول تعرف هتسمع من مين، مهم قوي تعرف انت هتسمع من مين. وريمايندر برضو، اعرف ان ايا يكن اختيارك للي انت هتبقى بقية عمرك، ايا يكن ايه المهنة اللي هتختارها، مش كل الناس هتسقفلك عليها مش كل الناس هتشجعك عليها، مش كل الناس هتحببك فيها. كان في فيديو كده تقريبا لمروان بابلو، بس هو قديم شويه، مش عارفه، كان بيحكي على موضوع الراب ده معاه ومع اهله وبتاع، ان هو كان عايز يبقى رابر وكده. مش عارفه قالوا له يعني لا، يعني هم لما تيجي تتقدم لواحده هتقول لاهلها بغني راب ومش عارفه ايه، مش هياكلك عيش يعني ايه اصلا، هتعرف تفتح بيت وكده يعني. مروان بابلو متجوز دلوقتي، طبعا انا مبسوطه ده مروان بابلو، حاجه اسعدتني جدا، وكنتش متوقعه حاجه زي دي تحصل تماما، بس لقيت فيديوهات متسربه، ويلا ربنا يهنيهم ببعض. المهم يعني اللي عايزه اقوله لك اهو، وصل الحمد لله وعالمي واتجوز وعمل فرح، وان شاء الله نشوف بابلو وبابلوها صغيرين. يعني اللي بتكلم فيه ان هو قشطه ودى في الحته اللي هو موهوب فيها، وودى قوي كمان. انا مش عايزه اقولك هو ودى لحد فين. واللي يقولك اللي يخلي هوايتك هواية على جنب وشوف لك وظيفة مش عارفة ايه، ده مش عايزة اقول ده ايه، بس انا وانس ان الاقي حد بيقول الجملة دي، انسى، مش هسمع منك ولا اي حاجة بعد كده، لان انا على يقين تام اللي انت هتقوله بعد كده غلط. لان الهواية دي هي اللي ممكن تنقلك في حتة تانية. هو بيعرف يغني هواية، بيعرف يرسم هواية، يعرف يكتب ليركس تحفة، من اجمد مغنيين العالم ممكن يجوا علشان يمضوا معاه وياخدوا اغنيه من اللي كتبها. هوايه، لا، انت ممكن تستثمر في هوايتك وهتودي اكتر من اجدع موظف في اجمد بنك. شوف ايه اكتر حاجه انت شاطر فيها وبتعرف تعملها على يقين تام، يعني الحته دي بتاعتي، هي ملعبي،
وفعلا انت بسببها ممكن تتنقل نقلة تانية خالص خالص، وفي امثلة على ده كتير وحكيتها قبل كده في فيديو بس مش فاكرة ايه. ففي النهاية احب اقول congratulations لمروان بابلو. واختار هتسمع من مين النصيحة، مش من اي حد تسمع نصيحة منه، لازم يكون حد وصل اوريدي اللي انت عايز توصله، او حد على الاقل عنده خبرة في المجال ده. اختار معاركك، choose your battles، اختار معاركك. جينا لفقرتي المحببة في الفيديو، فقرة ترجيح لفيلم السهرة. الفيلم ده انا شفته من فترة، كنت عايزة اشوفه بقالي كتير قوي، وجع على التلفزيون وشفته وعجبني قوي زي ما كنت متوقعة. مؤثر وحلو ودمه خفيف وحلو، يعني مش عارفة اقولك ايه، الفيلم حلو قوي. فترجيحنا لفيلم السهرة هو فيلم The Peanut Butter Falcon. شوفوا وان شاء الله يعجبك. بس كده، اشوفك الحلقة الجاية، باي باي.